بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله المصطفى الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم إلى معالجة هذا التمرين من سلسلة تمارين الدوال الأصلية والحساب التكاملي التي اقترحتها عليكم، والتي تجدون رابطا لتحميلها أسفل هذا الفيديو. نص هذا التمرين وهو التمرين 19 هو: بواسطة المكاملة بالتجزئة أحسب التكامل التالية: التكامل A، التكامل G، والتكامل K. لنبدأ أولا بالتكامل A الذي هو التكامل من الصفر إلى 1 ل x ناقص 1 في أسية ناقص x في تفاضل x. طبعا نحسب هذا التكامل بالتجزئة كما جاء في نص التمرين. سوف نجزئ الجداء x ناقص 1 في أسية ناقص x إلى طبعا جداء عبارتين، نسمي إحدى العبارتين إلى x ونسمي الأخرى بفتحة لx. إذن هنا سوف نرمز إلى x ناقص 1 بإلى x، وعندئذ سوف نرمز لأسية ناقص x بفتحة لx. فإذا كان إلى x يساوي x ناقص 1 فسوف نعين U فتحة لx. طبعا U فتحة هي مشتق الدالة U، عندها U فتحة لx يساوي 1. وإذا كان V فتحة لx يساوي أسية ناقص x فسوف نعين V لx، حيث V هي دالة أصلية للدالة أسية ناقص x، وعندها V لx يساوي ناقص أسية ناقص x، لأن مجازا نقول أن أصلية أسية ناقص x هي ناقص أسية ناقص x. الآن حسب قاعدة المكاملة بالتجزئة يكون A مساويا إلى ماذا؟ قيمة الجداء إلى x في V لx عند 1 ناقص قيمته عند الصفر ناقص تكامل الجداء U فتحة لx في V لx، طبعا في تفاضل x دائما من الصفر إلى 1. إذن ماذا يساوي A؟ قلنا يساوي قيمة الجداء V لx في إلى x، أي x ناقص 1 في ناقص أسية ناقص x، الذي يمكن أيضا كتابته ناقص x ناقص 1 في أسية ناقص x. قيمة هذا الجداء أو قيمة هذه العبارة عند 1 ناقص قيمتها عند الصفر، ثم ناقص تكامل U فتحة لx في V لx، أي ناقص التكامل من صفر إلى 1 لناقص أسية ناقص x. ويكون دائما A يساوي قيمة العبارة ناقص x ناقص 1 في أسية ناقص x عند 1 ناقص قيمتها عند الصفر، ثم ناقص هذا التكامل. طبعا واضح أن إحدى الدوال الأصلية للدالة التي عبارتها ناقص أسية ناقص x هي الدالة التي عبارتها أسية ناقص x، على أساس أن مشتق أسية ناقص x هو ناقص أسية ناقص x، وبالتالي هذا التكامل إذا ناقص هذا التكامل يساوي قيمة أسية ناقص x عند 1 ناقص قيمتها عند الصفر. ثم يمكن تبسيط هذا المجموع بجعله مجموعا واحدا، فعندئذ A يساوي ناقص x ناقص 1 في أسية ناقص x ثم ناقص أسية ناقص x. قيمة هذه العبارة عند 1 ناقص قيمته عند الصفر هي التكامل A. ثم لاحظوا هنا أيضا يمكن التبسيط أكثر بإخراج أسية ناقص x عامل مشترك، فيكون A إذا مساوي إلى ماذا؟ لاحظوا عند إخراج أسية ناقص x عامل مشترك فستكون أسية ناقص x مضروبة في ماذا؟ ناقص x زائد 1 ناقص 1، معناها سيبقى فقط ناقص x في أسية ناقص x. إذا A يساوي قيمة العبارة ناقص x في أسية ناقص x عند 1 ناقص قيمتها عند الصفر. أولا لاحظوا أن قيمتها عند الصفر هي صفر، على أساس صفر في أسية صفر أي صفر في 1 يساوي الصفر، بينما قيمتها عند 1 طبعا نستبدل x ب1 فيصير ناقص 1 في أسية ناقص 1. وطبعا يمكن كتابتها أيضا على الشكل ناقص 1 على على أساس أن أسية ناقص 1
هي 1 على أ، وهكذا حسبنا التكامل إي. ثم ننتقل بعدها إلى التكامل جي. ماذا يساوي التكامل جي؟ يساوي التكامل من الصفر إلى 1 للوغاريتم النيبيري لواحد زائد الجذر التربيعي لإكس في تفاضل إكس. لاحظوا هنا كأن جي هو التكامل من الصفر إلى 1 للجداء 1 في الآن 1 زائد الجذر التربيعي لإكس، طبعا في تفاضل إكس. وبالتالي هنا أيضا يمكن تجزئة هذا الجداء إلى جداء عبارتين، إحداهما نرمز لها إلى إكس والأخرى في فتحة لإكس. فهنا نضع إلى إكس هو الآن 1 زائد الجذر التربيعي لإكس، بينما يو فتحة لإكس نعتبرها العدد 1. فإذا كان إلى إكس يساوي الآن 1 زائد الجذر التربيعي لإكس، فإننا سوف نعين عبارة يو فتحة لإكس. طبعا لاحظوا الآن عبارة، طبعا نتكلم مجازا، مشتق الآن عبارة يساوي مشتق تلك العبارة على نفس العبارة. ثم لما نأتي إلى العبارة التي هي 1 زائد الجذر التربيعي لإكس، فإن مشتقها أو المشتق الواحد هو 0، ومشتق الجذر التربيعي لإكس هو 1 على 2 في الجذر التربيعي لإكس. إذن 1 على 2 في الجذر التربيعي لإكس هو مشتق 1 زائد الجذر التربيعي لإكس على نفس العبارة، أي على 1 زائد الجذر التربيعي لإكس. إذن هذه عبارة إي فتحة لإكس. بينما إذا كانت بي فتحة لإكس يساوي 1، فأكيد أن في لإكس تساوي إكس. ثم نبسط عبارة إي فتحة لإكس. لاحظوا أن عبارة إي فتحة لإكس من الشكل A على B الكل على C، فهي إذن عبارة عن A على B في C. إذن إي فتحة لإكس الآن هي 1 على 2 في الجذر التربيعي لإكس مضروبا في 1 زائد الجذر التربيعي لإكس. طبعا 2 في الجذر التربيعي لإكس هو 2 في الجذر التربيعي لإكس، و2 في الجذر التربيعي لإكس في الجذر التربيعي لإكس هو 2x. معناها إي فتحة لإكس تكتب هكذا: 1 كما قلت 2 في الجذر التربيعي لإكس في 1 هو 2 في الجذر التربيعي لإكس، و2 في الجذر التربيعي لإكس في الجذر التربيعي لإكس أي هو 2 في مربع الجذر التربيعي لإكس أي في إكس. إذن هكذا تكتب إي فتحة لإكس، بينما في لإكس هي دائما إكس. والآن وحسب قاعدة المكاملة بالتجزئة، فإن التكامل جي ماذا يساوي؟ يساوي قيمة الجداء يو لإكس في في لإكس طبعا عند الواحد ناقص قيمته عند الصفر، ثم ناقص التكامل دائما من الصفر إلى الواحد للجداء يو فتحة لإكس في في لإكس. إذن ماذا يساوي جي؟ قلنا قيمة الجداء في لإكس في يو لإكس أي إكس في اللوغاريتم النيبيري لواحد زائد الجذر التربيعي لإكس، قيمة هذا المقدار عند الواحد ناقص قيمته عند الصفر، ثم ناقص التكامل يو فتحة لإكس في في لإكس. ثم لاحظوا هنا أن يو فتحة لإكس يمكن كتابته على شكل 1 على 2، أي إخراج 2 عامل مشترك من المقام، 1 على 2 في 1 على الجذر التربيعي لإكس في إكس، ثم يضرب هذا في في لإكس التي هي إكس، وبالتالي يمكن إخراج العدد نصف خارج التكامل، فيصير إذن ناقص نصف في التكامل من الصفر إلى 1 لإكس على الجذر التربيعي لإكس زائد 1 في تفاضل إكس. الآن لاحظوا كيف يمكن كتابة العبارة إكس على الجذر التربيعي لإكس زائد إكس. يمكن إخراج من المقام الجذر التربيعي لإكس كعامل مشترك، وعندها الجذر التربيعي لإكس زائد إكس يكتب الجذر التربيعي لإكس في 1 زائد الجذر التربيعي لإكس. وطبعا هذا صحيح. لماذا؟ لأن لو نقوم بتوزيع الجذر التربيعي لإكس على هذا المجموع سنجد الجذر التربيعي لإكس في 1 هو الجذر التربيعي لإكس، والجذر التربيعي لإكس في الجذر التربيعي لإكس طبعا هو مربع الجذر التربيعي لإكس الذي هو إكس. ويكون إذن إكس على الجذر التربيعي لإكس زائد إكس مساوي إلى ما يلي. هنا يمكن اختزال إكس مع الجذر التربيعي لإكس على أساس
أن x هو الجذر التربيعي لx، وعندها سيكون x على الجذر التربيعي لx زائد x مساويا إلى الجذر التربيعي لx على 1 زائد الجذر التربيعي لx. ويكون أيضا، لاحظوا، بعدما وصلنا إلى أن x على الجذر التربيعي لx زائد x يساوي الجذر التربيعي لx على 1 زائد الجذر التربيعي لx، نقوم بإضافة 1 وطرح 1 في البسط، كأننا أضفنا صفر، على أساس 1 ناقص 1 هو صفر. إذن فعندها كما قلت يكتب أو تكتب العبارة x على الجذر التربيعي x زائد x تكتب هكذا: 1 زائد الجذر التربيعي x ناقص 1، أضفنا 1 ثم طرحنا 1، دائما على 1 زائد الجذر التربيعي لx. ثم الآن يمكن تفكيك هذا الكسر إلى مجموع كسرين، هما 1 زائد الجذر التربيعي لx على 1 زائد الجذر التربيعي لx، ثم ناقص 1 على 1 زائد الجذر التربيعي لx. و1 زائد الجذر التربيعي لx على 1 زائد الجذر التربيعي لx طبعا هو 1. إذن وصلنا إلى أن العبارة x على الجذر التربيعي لx زائد x تساوي 1 ناقص 1 على 1 زائد الجذر التربيعي لx. إذن التكامل هذا الذي نحن بصدد حسابه، التكامل من الصفر إلى 1 للجذر التربيعي لx أو لx على الجذر التربيعي لx تفاضل x، هو التكامل من الصفر إلى 1 ل1 ناقص 1 على 1 زائد الجذر التربيعي لx في تفاضل x. معنى هذا أننا حولنا العبارة x على الجذر التربيعي x زائد x إلى شكل آخر، وبالتالي صار هذا التكامل مساويا إلى هذا التكامل. الآن لنحسب أولا التكامل من صفر إلى 1 ل1 على 1 زائد الجذر التربيعي لx تفاضل x، على أساس أن هذا التكامل هو عبارة عن تكامل 1 تفاضل x ناقص تكامل 1 على 1 زائد الجذر التربيعي لx في تفاضل x. إذن نحسب أولا هذا التكامل. سوف نحسب هذا التكامل بطريقة نسميها طريقة التكامل بالتعويض. إذن سنقوم بحساب هذا التكامل الذي هو 1 أو الذي هو التكامل من الصفر إلى 1 ل1 على 1 زائد الجذر التربيعي x تفاضل x بطريقة نسميها طريقة التكامل بالتعويض، وتابع معي كيف نسلك هذه الطريقة في حساب هذا التكامل. هنا سوف نقوم بتغيير المتغير، سوف نرمز إلى الجذر التربيعي لx بمتغير ما وليكن t مثلا. إذن لنضع t يساوي الجذر التربيعي لx. عندها لو نقوم باشتقاق t بالنسبة إلى c سنجد التالي. طبعا مشتق t بالنسبة إلى x نرمز له تفاضل t على تفاضل x أو dt على dx. أعيد، نسلك طريقة في حساب هذا التكامل تسمى طريقة التعويض، أو أيضا تسمى طريقة تغيير المتغير. ماذا نفعل؟ سوف نرمز إلى الجذر التربيعي لx برمز ما وليكن t. عندئذ نقوم باشتقاق t، كأن t الآن لاحظوا كأن t دالة للمتغير x، كأن t دالة للمتغير x، فنعين مشتق t بالنسبة إلى x. طبعا يرمز إلى مشتق t بالنسبة إلى x كما تناولناه في إحدى فيديوهاتنا السابقة بالرمز تفاضل t على تفاضل x، أي dt على dx. أما مشتق الجذر التربيعي لx فمعروف أنه 1 على 2 في الجذر التربيعي لx. ثم إذا كان dt على dx يساوي 1 على 2 في الجذر التربيعي لx، طبعا قاعدة جداء الطرفين يساوي جداء الوسطين، فسيكون dx في 1 معناها dx مساويا إلى 2 في الجذر التربيعي لx في d lt. إذن هكذا
وصلنا إلى أن دي إكس يساوي 2 في الجذر التربيعي لإكس في دي تي. ومنه، وطبعا فرضا ما هو الجذر التربيعي لإكس؟ هو تي. إذا معناها ماذا يساوي تفاضل إكس، أو ماذا يساوي دي إكس؟ يساوي 2 تي في دي لتي، أو دي تي عفوا. إذا ماذا يساوي تفاضل إكس؟ يساوي 2 تي في تفاضل تي. فنعود الآن إلى تكاملنا الذي نريد حسابه، وهو التكامل من الصفر إلى واحد لواحد على واحد زائد الجذر التربيعي لإكس في تفاضل إكس. فنعوض عن كل بما يساويه. فهذا يساوي، طبعا لاحظوا أولا، إذا كان إكس يساوي الصفر فإن تي يساوي الصفر، وإذا كان إكس يساوي واحد فإن تي يساوي واحد. معنى نبقي على نفس حدي التكامل الأول. إذا واحد طبعا يبقى واحد، ثم على واحد زائد، أي يبقى أيضا واحد زائد الجذر التربيعي لإكس، قلنا نستبدله ب تي في دي إكس أو تفاضل إكس الذي وجدناه يساوي 2 تي في تفاضل تي. إذا هكذا استبدلنا الجذر التربيعي لإكس ب تي، واستبدلنا أيضا تفاضل إكس كما وجدناه ب 2 في تفاضل تي، وأبقينا على نفس حدي التكامل الأول، على أساس أن لما إكس يساوي الصفر الحد الأول يبقى تي أيضا مساوي إلى الصفر، وأيضا لما إكس يساوي واحد يبقى تي مساويا إلى واحد. ثم الآن وحسب خاصية من خواص التكامل يمكن إخراج العدد 2 خارج هذا التكامل، وعندها يكون التكامل المطلوب الذي هو التكامل من الصفر إلى واحد لواحد على واحد زائد الجذر التربيعي لإكس تفاضل إكس سيكون مساوي إلى 2 كما قلت خارج التكامل في التكامل من صفر إلى واحد طبعا سيبقى واحد في تي هو تي على تي زائد واحد، أو واحد زائد تي في تفاضل تي. إذا هذا التكامل صار مساويا إلى 2 في التكامل من الصفر إلى واحد لتي على واحد زائد تي في تفاضل تي. لاحظوا كيف يمكن كتابة العبارة تي على واحد زائد تي، طبعا ويكون ذلك بعملية بسيطة جدا. فالعدد أو العبارة تي على واحد زائد تي يمكن تفكيكها إلى هذا الفرق، واحد ناقص واحد على واحد زائد تي. وبالفعل هذا صحيح، لأن لو نقوم الآن بتوحيد المقامات مجددا فالمقام المشترك سيكون واحد زائد تي، وعندها سيكون البسط هو واحد زائد تي ناقص واحد، أي تي على واحد زائد تي. إذن فعلا العبارة تي على واحد زائد تي تساوي كما تلاحظون واحد ناقص واحد على واحد زائد تي. إذن سيكون التكامل المطلوب كما قلت يكون مساويا إلى 2 في التكامل من صفر إلى واحد لواحد ناقص واحد على واحد زائد تي في تفاضل تي. والآن سيكون أمر هذا التكامل محسوما الآن، على أساس أن إذا شئتم تكامل الواحد واضح بالنسبة طبعا بتفاضل تي، تكامل واحد هو تي، وتكامل واحد على واحد زائد تي هو تكامل لوغاريتم القيمة المطلقة لواحد زائد تي، ولكن في المجال صفر واحد يكون واحد زائد تي موجبا. إذا معناها ستكون القيمة المطلقة لواحد زائد تي هي نفسها واحد زائد تي. إذا أعيد، تكامل الواحد هو تي طبعا لأن هنا بالنسبة إلى تي تفاضل تي. إذا تكامل واحد تفاضل تي هو تي، وتكامل واحد على واحد زائد تي تفاضل تي هو لوغاريتم واحد زائد تي. إذا عندها ماذا يساوي هذا التكامل؟ يساوي قيمة العبارة تي على أساس قلنا تكامل واحد هو تي ناقص الآن واحد زائد تي الذي هو تكامل واحد على واحد زائد تي. قيمة هذه العبارة عند واحد ناقص قيمتها عند الصفر. وهكذا نكون طبعا قد وجدنا بالفعل ماذا يساوي التكامل من الصفر إلى واحد لواحد على واحد زائد الجذر التربيعي لإكس تفاضل إكس، أي تكامل هذه العبارة. وبعد أن وصلنا إلى هذه النتيجة والتي وجدنا فيها قيمة هذا التكامل بدلالة t، نعود الآن ونستبدل t بما يساويه
أي نعوض عن t بالجذر التربيعي ل x، وفي نفس الوقت سنقوم بتوزيع العدد 2 على هذا المجموع، فيكون عندها التكامل من الصفر إلى الواحد لواحد على واحد زي الجذر التربيعي x تفاضل x يساوي أولا 2 في t، وقلنا t هو الجذر التربيعي ل x، معناها 2 في الجذر التربيعي ل x، ثم ناقص 2 في الآن 1 زائد t، وأيضا نستبدل t بالجذر التربيعي ل x، فعندها يساوي قيمة هذه العبارة التي هي 2 في الجذر التربيعي ل x ناقص 2 في الآن 1 زائد الجذر التربيعي ل x عند 1 ناقص قيمتها عند الصفر. الآن نعود إلى حساب التكامل g. كنا توقفنا على عند أن g يساوي قيمة العبارة x الآن في أو x الآن 1 زائد الجذر التربيعي ل x عند الواحد ناقص قيمتها عند الصفر ناقص نصف في هذا التكامل أو تكامل هذه العبارة. لكن هذا التكامل قلنا هو عبارة عن تكامل واحد ناقص هذه العبارة، وهذه العبارة هذا هو تكاملها. إذن ماذا يساوي g؟ إذن أولا يساوي كما وجدناه من قبل قيمة هذه العبارة x الآن 1 زائد الجذر التربيعي ل x من الصفر إلى الواحد. الآن تابعوا ناقص نصف. ناقص نصف في ماذا يضرب ناقص نصف؟ في هذا التكامل، في هذا التكامل، وهذا التكامل هو هذا التكامل، أي تكامل واحد ناقص هذه العبارة. طبعا تكامل واحد هو x، وهذه العبارة هذا هو تكاملها، وبالتالي سوف يكون معنا كما قلت ناقص نصف ها هو في تكامل x أو تكامل واحد عفوا قلنا هو x ناقص تكامل هذه العبارة، وهذا هو تكامل هذه العبارة، فنوزع عندئذ العدد ناقص واحد، فسيكون ناقص 2 في الجذر التربيعي ل x ثم زائد ناقص في ناقص زائد 2 في الآن 1 زائد الجذر التربيعي ل x دائما من الصفر إلى 1. الآن يمكن جمع هاتين العبارتين في عبارة واحدة حسب خواص الدوال الأصلية. عندها ماذا يساوي g؟ إذن يساوي x في الآن 1 زائد الجذر التربيعي ل x، ثم نوزع الناقص نصف، ناقص نصف في x معناها ناقص نصف x، ثم ناقص نصف في ناقص 2 في الجذر التربيعي ل x معناها زائد الجذر التربيعي ل x، ناقص نصف في ناقص 2 هو 1، ثم ناقص نصف في 2 أي ناقص 1 في الآن 1 زائد الجذر التربيعي ل x دائما من الصفر إلى الواحد. ويمكن التبسيط. لاحظوا وجود بين هذين الحدين الحد الأول والحد الأخير عامل مشترك هو اللغة النيبيري لواحد زائد الجذر التربيعي ل x، وعندها ماذا تساوي هذه العبارة؟ أولا تساوي ناقص نصف x ها هو زائد الجذر التربيعي ل x ها هو، ثم بإخراج الآن 1 زائد الجذر التربيعي ل x كعامل مشترك، فيكون عندها مضروبا في x ناقص 1. إذن ماذا يساوي التكامل g؟ يساوي قيمة هذه العبارة عند 1 ناقص قيمتها عند الصفر. أولا لاحظوا ما هي قيمة العبارة هذه عند الصفر، أي لما نستبدل x بصفر، ناقص نصف في صفر صفر، زائد الجذر التربيعي لصفر صفر، ثم صفر ناقص 1 هو ناقص 1 في الآن 1 زائد الجذر التربيعي لصفر، أي الآن 1 والآن 1 هو صفر، معناها قيمة هذه العبارة عند الصفر هي الصفر، وبالتالي فإن التكامل g يساوي فقط قيمة هذه العبارة عند 1. وطبعا لما نستبدل x بواحد نجد ناقص نصف في 1 ناقص نصف، ثم زائد 1 هاو ناقص نصف وزائد 1. أما هنا لما نستبدل x بواحد 1 ناقص 1 صفر، وصفر في أي عدد حقيقي آخر يساوي الصفر. إذن وصلنا هكذا
إلى أن التكامل جي يساوي ناقص نصف زائد واحد. وطبعا ناقص نصف زائد واحد هو نصف، إذن التكامل جي يساوي واحد على اثنين. ثم نعود إلى نص التمرين حيث يتبقى لنا حساب تكامل أخير هو التكامل ك المساوي إلى التكامل من واحد إلى اثنين لإكس في واحد ناقص ln إكس تفاضل إكس. في الأول نقوم بتوزيع إكس على العبارة واحد ناقص ln إكس، فعندئذ سيكون ك مساوي للتكامل من واحد إلى اثنين إكس في واحد إكس، وإكس في ناقص ln إكس هو ناقص ln إكس. إذن ك يساوي التكامل من واحد إلى اثنين لإكس ناقص إكس في ln إكس تفاضل إكس. أولا لنحسب التكامل من واحد إلى اثنين لإكس ln إكس تفاضل إكس، طبعا بواسطة المكاملة بالتجزئة. فنجزئ الجداء إكس ln إكس إلى جداء عبارتين، إحداهما U لإكس والأخرى في فتحة لإكس. فهنا نختار U لإكس هي ln إكس، وبالتالي في فتحة لإكس ستكون إكس. فإذا كان U لإكس يساوي ln إكس، فطبعا U فتحة لإكس يساوي واحد على إكس. وإذا كان B فتحة لإكس يساوي إكس، فإن طبعا V لإكس يساوي نصف إكس تربيع. وعندها حسب قاعدة المكاملة بالتجزئة سيكون هذا التكامل مساويا إلى قيمة الجداء U لإكس في V لإكس طبعا عند 2 ناقص قيمته عند الواحد، ثم ناقص التكامل دائما من 1 إلى 2 لU فتحة لإكس في V لإكس. وبالتالي هذا التكامل يساوي، قلنا U لإكس في V لإكس أي نصف إكس تربيع في ln إكس، قيمة هذه العبارة عند 2 ناقص قيمتها عند الواحد، ثم ناقص تكامل U فتحة لإكس في V لإكس أي ناقص تكامل الجداء 1 على إكس في نصف إكس تربيع. طبعا 1 على إكس في نصف إكس تربيع هو نصف إكس. وطبعا نعلم أن تكامل إكس مجازا هو نصف إكس تربيع، أي أن إحدى الدوال الأصلية للدالة التي عبارتها إكس هي الدالة التي عبارتها نصف إكس تربيع، ثم أن إكس هنا مضروب في نصف أيضا، وبالتالي نقدر نقول أن تكامل نصف إكس هو 1 على 4 إكس تربيع. فعندها سيكون التكامل من 1 إلى 2 إكس ln إكس تفاضل إكس يساوي أولا نفس العبارة التي وجدناها منذ قليل، قيمة العبارة نصف إكس تربيع في ln إكس عند 2 ناقص قيمتها عند الواحد، ثم ناقص الآن كما قلت قيمة العبارة ربع إكس تربيع أيضا قيمتها عند 2 ناقص قيمتها عند الواحد. ويمكن جمع هاتين العبارتين في عبارة واحدة ما دام لهما نفس الحدود، فعندئذ التكامل من 1 إلى 2 لإكس ln إكس تفاضل إكس يساوي العبارة نصف إكس تربيع أو قيمة العبارة نصف إكس تربيع في ln إكس ناقص ربع إكس تربيع، طبعا قيمة العبارة عند 2 ناقص قيمتها عند الواحد. نأتي الآن إلى التكامل ك الذي قلنا هو التكامل من 1 إلى 2 لإكس ناقص إكس ln إكس تفاضل إكس، وبالتالي هو عبارة عن تكامل من 1 إلى 2 لإكس ناقص التكامل من 1 إلى 2 لإكس ln إكس تفاضل إكس. وبالتالي ك يساوي أولا تكامل إكس هو نصف إكس تربيع، ثم وجدنا طبعا تكامل إكس ln إكس هو نصف إكس تربيع ln إكس ناقص ربع إكس تربيع، طبعا دائما من الواحد إلى 2. ويمكن جمع هاتين العبارتين في عبارة واحدة، فسيكون ك يساوي نصف إكس تربيع ناقص نصف إكس تربيع في ln إكس زائد طبعا ناقص في ناقص زائد ربع إكس تربيع. طبعا ك يساوي قيمة هذه العبارة عند 2 ناقص قيمتها عند الواحد، ثم نبسط. لاحظوا نصف إكس تربيع وزائد ربع إكس تربيع هي 3 على 4 إكس تربيع، ثم
ناقص نصف إكس تربيع ln إكس. أيضا يمكن تبسيط هذه العبارة أكثر بإخراج ربع إكس تربيع كعامل مشترك. لاحظوا، نخرج ربع إكس تربيع كعامل مشترك في هذه العبارة، فعندها سيكون نصف إكس تربيع مضروب أو ربع إكس تربيع مضروبا في 3 ناقص 2 في ln إكس. وواضح أن هذا صحيح، لأن عند توزيع مرة أخرى ربع إكس تربيع على المجموع 3 ناقص 2 ln إكس، نجد 1/4 في إكس تربيع في 3 هو 3 على 4 إكس تربيع، و1/4 في إكس تربيع في ناقص 2 هو عبارة عن ناقص نصف إكس تربيع في ln إكس. إذا ك يساوي، أو تكامل ك هو في الواقع ربع إكس تربيع، أو التكامل ك هو ربع إكس تربيع في 3 ناقص 2 ln إكس من 1 إلى 2، أي أن ك يساوي قيمة هذه العبارة عند 2 ناقص قيمتها عند 1. فنحسب الآن قيمة العبارة عند 2. أولا لاحظوا ما هي قيمة العبارة عند 2. 2 تربيع 4 في 1/4 معناها 1، يضرب 1 في ماذا؟ في 3 ناقص 2 الآن 2. إذا هذه قيمتها عند 2. ناقص قيمتها أو ناقص قيمتها عند 1. قيمتها عند 1 هي ماذا؟ 1/4 في 1 معناها 1/4 في 3 ناقص 2 الآن 1. الآن 1 صفر، معناها يبقى 1/4 في 3، أي ناقص 3/4. ثم نبسط أكثر. ماذا يساوي 3 ناقص 3/4؟ هذا يساوي 9/4. بعد توحيد المقامات 4 في 3 12 ناقص 3/4. إذا 9/4 ناقص 2 الآن 2. إذا التكامل ك يساوي 9/4 ناقص 2 الآن 2. وهكذا نصل إلى نهاية معالجة هذا التمرين، ونلتقي إن شاء الله في اللقاء القادم حيث نعالج التمرين التالي. وحتى نلتقي بإذن الله نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.